ماما رشا، ربنا يستر. ازيكم يا جماعه؟ يا جماعه احنا في روسيا هنحضر ماتش مصر واوروجواي، والموضوع موضوع كبير قوي، كانك داخل لعبه، كانك حلم انا وجهاد موجودين هنا في روسيا. وكان يوم طويل جدا، كان يوم طويل جدا جدا جدا، وان احنا نيجي نعمل حلقات ماما رشا من هنا ده كمان بالنسبه لنا حاجه تستاهل التعب ده كله، تستاهل البهدله دي، اظن باين عليا. كان يوم طويل من اول السفريه، ورحنا نزلنا في موسكو، غيرنا وجبنا الخطوط وشغلنا الانترنت ولقينا ماتش السعوديه. وبعدين لما احنا رايحين يكاتلبرج، المدينه اللي فيها اوروجواي، كان معانا ناس اوروجوايين على الطياره وقعدوا يغزونا وبتاع، حاجات كتيره جدا حصلت في اليوم. واحنا نازلين عرفنا ان روسيا كسبت 5 في عقدة المجموعه. كان يوم طويل جدا، لفينا، رحنا قابلنا عم حارس في النادي الاهلي، قابلنا ناس كتيره جدا، كان موضوع غريب قوي. شوفوا الحلقه دي، شوفوا البهدله والمواقف، ورحنا وجينا وفي المطار والشطافه اللي ما لقيناش وكل الحاجات دي. وفي جماعه روس كانوا فرحانين طبعا بالخمسة صفر، وجم سكرانين علينا انا وجاد، يا معلم اثبت مكانك، انت رايح فين؟ قابلنا واحده، احلى واحده في المطار، احلى واحده في المطار، احلى واحده شفتها في حياتي. انا في لحظه كده جاب بيقول لي يوسف بص كده، فانا ببص، وبعدين ايه، في لحظه عشان استوعب ايه ده، يعني ايه اللي انا شايفه ده، كانت عدت بقى، وكان الظباط الروس فتعالوا نشوف البهدله والمرمطه واللي حصل لنا النهارده. ازيكم يا جماعه؟ احنا عشانكم، عشان كل واحد اتفرج على فيديو، وكل واحد عمل لايك وعمل ديسلايك وعمل كومنت على فيسبوك ويوتيوب وتويتر، احنا مسافرين روسيا يا جماعه بسببكم انتوا والله العظيم. وده يا جماعه يوسف لما بينسى ايه ده، لما حط مقص في شنطته وموقفنا عند التفتيش وفشخنا. يا جماعه، هو ممنوع الواحد ياخد مقص. ايوه، اي شارب تولز ده ما ينفعش يا قصافه. عم والله العظيم سافرت بيه قبل كده، والله العظيم خارج، والله العظيم جاب معايا القصافه، عدة الحلاقه كلها، القصافه ومقص، عارف بهندي بيه دقن كده، وسافرت بيه والله، سافرت بيه دبي، وسافرت بيه في يا جماعه زي مندوبين من الفيفا حاجه كده واقفين، ولا انت من روسيا ما اعرفش، واقفين ليه واقفين بتاع، شاف الاكس 3 من مليون واحد، عينه لمحت المقص في الاكس 3، قال لك هاتوا الواد، فتحت الشنطه جبت هاتوا لي الكلب ده، هاتوا لي الكلب اللي عايز يفجر الطياره دي. يا جماعه ماشي في حاجه ثانيه عشان نروح المحل قدام، عشان المقص ده كنت بحبه جدا. الراجل ده روسي تبع الكي جي بي، تبع حاجه، تبع مش تبع الفيفا ده اكيد، تبع، شاف عينه، شاف من وسط مليون منتخب، شاف عينه على اللوجو المعفن بتاع الاتحاد المصري ده، قال لك ده مصري رايح بالمقص يحند في دقنه ويخطف بناتنا. لا يا كابتن لا ما اسمحلكش، حصل حلال عليك المقص يا عم، حلال عليك. جمهور نصر الصعيد في ثقه في اللي نجح، جمهور نصر الصعيد صباح الفل. الحمد لله. نسينا نجيب شطافات مع البورتو شطافه معانا واحنا مسافرين، لا مش هنتكسف ونقول للناس. احنا فجيت كنت معتمد ان احنا نجيب من المطار، ماشي يسال بالانجليزي فريش باز، اسمها شطافه يا حبيبي، نروح الناس بقول لهم عايز الشطافه. لا انا بسال عادي عادي. فيا جماعه الحمد لله قدرنا ان احنا نلاقي ريبليسمنت. الازازه اكوا فينا دي هتشطفنا طبعا. لا بص، احنا هنخرم البتاع من فوق من هنا، وانت بقى يا جماعه الناس الرخمه قوي في المطار، شوف بعمل كده، هتشجع مصر، لا هشجعهم، تشجعنا وطلعنا دول 90 مليون.
بص حاجه، يعني ايه دوله بتنظم كاس العالم الناس اللي شغالين الروس رافضين يتكلموا كلمه انجليزي، ومش عدم فهم، ده قلاطه، هم مش هيتكلموا انجليزي معاك، فانت بتتعامل بقى ويقعدوا نص الكلام كده. الحمد لله مشيت معانا وظبطت الدنيا. دلوقتي معديين لقينا ماتش روسيا والسعوديه بيتلعب. يا جماعه شفنا واحده حلوه قوي صاحب المناسبه، شفنا واحده حلوه قوي، شفنا واحده حلوه جدا. ودي يا جماعه معاناه يوسف، وهو مش عارف يتكلم روسي مع الناس، خدوا منه الشنطه ومش فاهم هو المفروض يعمل ايه، فراح لها بقى بالموبايل كتب جوجل ترانسليت. انا طبعا بما ان خبرتي الروسيه قويه جدا فما فهمتش اي حاجه، بس هي يعني والله يعني بالكلمه الشبيهه للانجليش بقولها يعني تقول لي مش عارف ايه كان ايه، لاجج كانت باجج حاجه كده، فمشيت بيها وخلاص. قشطه. عملته جابت ست كبيره بقصه كده، قالت لي بورش اوكي. انا بس عايز اقول حاجه يا جماعه والله العظيم، يعني انا موضوع ان هم ما بيتكلموش روسي ده مستفزني جدا جدا، وتقعد تقول لك باجج ده انت ست باجج يا ستي، قولي لي ان الشنطه مش هينفع اخدها، مش هينفع احطها، حاجه غريبه جدا. وتيجي تترجم لهم بالجوجل ترانسليتر برضه ما بيترجموش. انا مش فاهم الناس بتعمل كاس عالم، انا مش فاهم ايه التناحه والبجاحه واللكاحه دي. انا اتعاطفت قوي مع الروسيين بس في كل حته بجد، عندهم غلسين جدا في كل حاجه، بس كل واحد فتح الماتش قدامه على الموبايل بيتفرج، وتعاطفت معاهم والله. بس يا رب برضه نطلع يعني، بس قصدي ما تلاقوش اشرار زي ما انا متخيل. يوم حته بيضه كده حلوه، دلوقتي اوروجواي ماشي ورانا دلوقتي، حط علم اوروجواي على خده وعمال يقول لي بي كيرفول. ده انت اللي بي كيرفول يا اسطى، ده انت رمضان صبحي عمل فيك 7 وهيلبسك كوبري على خلي بالك بسم الله ربنا بتاعك وده اعمل حاجه. احنا في الطياره الثانيه من موسكو ليكتنبرج، اول واحده كانت بزنس كلاس فكنت قاعد براحتي، ثاني واحده بالمنظر دلوقتي يوسف قاعد مرتاح اهو في فراغ قدامه وانا مزنوق زنقه الكلاب. واحد ضخم جدا تحس انه جزار في الاوروجواي، لابس رسم علم الاوروجواي على خده كده، واقف على باب المكتب يقول لك اوروجواي توماس كافاني جودين مسلير، وانا مش عارف اقول له مين، فقلت له مو صلاح از كامينج باك، خد بالك بقى مو صلاح تريزيجيه رمضان وكهرباء، وبعدين ما عادش على الكهرباء، وانا عمال يقول لك سينكو قلت له اصل احنا دمنا حامي هم كواترو بس. يا نهار اسود. اكونت ليفربول نزل وكوبر قال لك هيبقى جاهز 100%. كلام هو يا ريت عشان ما نشيلش يعني، عشان ما نبقاش فضيحه. الراجل الجزار ده مش ممكن، الراجل ده جاي يجر شكل الناس والله العظيم، جاي يتخانق معانا. استنى نجيبها لكم مع الراجل الجزار اهو. السلام على المصريين. عمال يسلم على المصريين، وفي واحد مصري شبه هنا ابو ريده عمال يسلم عليه. يا عم ده سيليست يا عم، ده اوروجواي يا عم، اديله في وشه، اديله في اسنانه. الواد الروسي طلع لئيم زي الرئيس بتاعه وعنده خطه. جه بعد ما العرباجي ده جالنا تاني قال لك ايجيبت ريسبوند. لا يا حبيبي احنا بتوع الثبات الانفعالي، بتوع اللعبه بتاعت الحزام، وبتوع التلقيح. احنا اسمها ايه الكلمه؟ والله اللي استنى بره بنسكت وننجد ونديلك، وبتاع الترقيد احنا مرقدين لك اصلا. هو يا جماعه الراجل العرباجي اهو بيصورنا. لا احنا نصورك احنا كمان، لا هتصورك احنا كمان. المصريين اهو واحد اتنين جون مسليرة فين؟ واحد اتنين جون مسليرة فين؟ واحد ايه؟ لا يعني فين هنروح عليه؟ فين ايه؟ هنروح عليه يلا لينا. وصلنا ليكتنبرج اخيرا. كابتن بعد الطيارة نزلت تشتغل الانترنت. العيال الروسيين اتصاحبوا على الارجواينيين دبل وتيموا علينا. صدق الروسيا كسبت 5 والعيال الراجل عمال الكسار ده سيليستي، والتاني الروسي فرحان، واحنا اول وتاني وقاعدين مع بعض بقى، نروح مع السعوديه في طياره واحده. الموضوع يعني قبل ما نلعب والموضوع بقى صعب جدا قبل ما نلعب. وهو الراجل هو الجزار اروح اسلم عليه واروح اديله في وشه. صلاح از كامينج باك، بس ما بيردش، بيتجاهل. هو مش تجاهله برضه زي ما هو، اصل عشان تجاهلته كتير في الطياره برضه تجاهلني دلوقتي.
وهو عامل نفسه سائح. بص دي بذمتك في مصري بيعرف يفرد الخريطه كده اتقطعت اهي. بصوا يا جماعه، شفتوا فيلم عريس من جهه امنيه لما قال لها احنا هنبتدي من هنا وهنوصل الجزيره هنا دي كلها طوب بقى ومدق. قالت له بس انا هشيلك يا بيبي. احنا بقى ايه، هنركب الاتوبيس ده والراجل مش عايز، قلت له اديني علامه لما نوصل اعمل بيب بيب او قول مصر، هو مش عايز يعمل حاجه في الحاجات طبعا. الراجل ما عندوش اللي جو الشرخانه بتاعنا ولا بيضرب عصاريه على الدائري ولا اي حاجه. فمش هيعمل الكلام ده. فهنمشي بقى على اللوكيشن، المفروض نوصل هنا عشان نطلع الفان اي دي وبعدين نروح ننام عشان بكره الماتش. بس شفتوا روقنا بتوع اوروجواي، غنينا احلى اسم في الوجود. هم مش فاهمين حاجه بقى، مش فاهمين دي اغنيه عاطفيه، مفتكروها بقى احنا غنيناها بحرقه، فافتكروا ان الموضوع فيه اكبر من كده. اللي ورانا ده يا جماعه الغزو الاوروجواي. هنحاول نعمل معاهم معاهدات سلام دلوقتي، هنحاول نعرف نقط ضعف المنتخب. سيليستي How good is Lucas Torreira? And they Arrascaeta? Arrascaeta. He's so good. He's scary. Arrascaeta is of course. Salah 50-50. He may come from the bench. No juega nada. No juega. We hopeful. And I know Maximiliano Pereira, if he play, he will. Yeah, I know that. I know. He will. يا جماعه الدنيا فاضيه زي ما انتم شايفين، الناس محترمه البتاع بالدقيقه مع ان البلد فاضيه اللي احنا فيها دي اصلا. بس يا جماعه ده اللي حصل لنا اول يوم انا وجهاد. وماما رشا بتعاملنا معامله حلوه قوي بصراحه، ماما رشا بتاخد بالها مننا جدا. واستنونا الحلقه الجايه وماتش مصر اوروجواي، وربنا يستر ربنا يستر.